يعني انا لولا ان انا عندي قناه يوتيوب محدش يعرفها غير ابويا وامي ما كنتش دخلت الفيلم ده في الغالب. نيجي لحته انا ليه ما كنتش متحمس لفكره ان انا اخش الفيلم ده. يعني انا لولا ان انا عندي قناه يوتيوب محدش يعرفها غير ابويا وامي ما كنتش دخلت الفيلم ده في الغالب. ليه بقى؟ لاني مبدئيا ما بحبش شخصيه باكي بارنز. شخصيه باكي بارنز عمرها ما كانت مثيره للاهتمام بالنسبه لي، لانها من ناحيه كابتن امريكا ولسه مش مسامح اللي عمله مع توني ستارك، فايه الدنيا ما بيني وما بينه مش صافيه قوي. تمام. شخصيه جون ووكر برضو مش مثيره للاهتمام بالنسبه لي. انا ما بحبش الكوميديا بتاعت ريد جارديانز، فاللي هو كمان تعالى معاهم. الفكره كلها الفيلم كله ما كانش فيه غير فلورانس بيو بالنسبه لي. وجي كمان الممثل بتاع شخصيه باكي بارنز قال لك ده شخصيه باكي بارنز هو زعيم الثاندر بولتس، فاللي هو لا ده انت زعيمهم كمان. يعني انا سكت لك وطلعت زعيمهم. فبداية الكلام ده طلع اي كلام. فلورانس بيو هي البطله بتاعت الفيلم من اوله لاخره. يمسك بقى قياده الفريق ما يمسكش قياده الفريق، الموضوع ده مش تبع مين بطل الفيلم يا صاحبي. يعني حاجه زي كابتن امريكا وتوني ستارك كده. حضرتك توني ستارك هو البطل. معلش بقى انت بس قائد كده يعني بالاسم. مدورينها داخلي مين اللي سايق توني ستارك فخلاص. الفكره يعني انا كنت لسه بتكلم في فكره ان انا بعد ما شفت اداء بيدرو باسكال في لاست اوف اس الجزء الثاني، انا قلت يا خساره ان مارفل مضته. اللي هو الراجل خسر كاريره 20 سنه لقدام، والراجل كان ممثل جامد جدا. بعد ما شفت دور فلورانس بيو قلت لا ده مارفل ادركت ان هي معاه ممثلين. الدور درامي جدا محدش يعرف يعمله غير شخص فاهم جدا وشخص بموهبه فلورانس بيو. فانا مبسوط.